رسالة لأهلنا في سوريا، وأنا ودي أسمع منك هذه الرسالة، وبخاصة لمن ما زالوا مع هذا النظام الظالم. أولا أنا أقول نعم كما قلت لمن مع النظام، والمؤسف أن هناك من هو منسوب لأهل السنة، العلويون وغيرهم لن يسمعوا إلينا والنصيريون مع كل أسف، وإن كنت أدعوهم إلى التوبة إلى الله والرجوع إلى الله جل وعلا. لكن هناك ناس في الجيش وفي الأمن من أهل السنة يقولون خائفين على أنفسنا، يذبحون بأيديهم إخوانهم وأبنائهم وآبائهم، ويقول نحن هؤلاء مشاركون لهذا النظام، ولا يجوز أن يقفوا معه لحظة واحدة، لم يعد هناك أي مجال للتبرير. ولهذا فإنني أدعوهم من هذا المقام أن يعلنوا الانشقاق ويعلنوا الوقوف ضد هذا النظام، وأن يضحوا بأنفسهم قبل غيرهم، لأنهم أعرف بمداخل النظام. أقول كل من كان في مكان فليؤدي دوره من رجال الأمن، من الجيش، من الاستخبارات، من غيرها، هذا واجبهم الشرعي. باسم العلماء أدعوهم لهذا.